السلام عليكم، أهلا بكم. الأهلي يوجه ضربة موجعة للزمالك، وترانسفير ماركت يصدم جماهير الأهلي، والخطيب يتحدى كولر. في البداية ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. شهدت الأيام الماضية تلقي حارس مرمى النادي الأهلي الشاب حمزة علاء عدة عروض من بعض أندية الدوري الممتاز من أجل الحصول على توقيع هذا الصيف. ويبدي مسؤول النادي الأهلي موافقة على خروج حمزة علاء على سبيل الإعارة بشرط تمديد عقده مع النادي قبل انتقال إلى أي فريق آخر. ووجهت مسؤول الأهلي رسالة خاصة للاعب أنه يمكنه الانتقال إلى أي فريق داخليا أو خارجيا في الخليج باستثناء نادي البيراميدز والزمالك. وكان بيراميدز قد دخل في مفاوضات خاصة سرا مع حارس الأهلي عقب عودته من المونديال. ترانسفير ماركت يصدم جماهير الأهلي. كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي بأن موقع ترانسفير ماركت أزال النادي الأهلي من الفرق المهتمة بالتعاقد مع الدولي التونسي محمد علي بن رمضان. وأضاف المصدر أن النادي الأهلي كان يرغب في التعاقد مع التونسي محمد علي بن رمضان لتدعيم خط الوسط بعد رحيل المالي ديانج خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأن النادي الأهلي تعاقد رسميا مع المدافع القطري من أصول مصرية يوسف أيمن لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، والظهير الأيسر المغربي يحيى عطية الله لمدة موسم أيضا على سبيل الإعارة. الخطيب يتحدى كولر ويرفض رحيل نجم الأهلي. عقد السويسري مارسيل كولر جلسة مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي من أجل الحديث عن الفترة المقبلة والترتيب للموسم المقبل بجانب أسماء الراحلين والصفقات الجديدة. وشهد التقرير الفني الذي تقدم به السويسري مارسيل كولر طلبوا برحيل محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق عدم الاحتياج له خلال الموسم الحالي وضرورة عدم تمديد عقد اللاعب. أكد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في جلسته مع السويسري مارسيل كولر على ضرورة منح محمود عبد المنعم كهربا فرصة تانية والإبقاء على اللاعب الاحتياج له خلال الفترة الحالية، بجانب أنه حتى الآن لم يتم حسم ملف مهاجم الفريق. وفشلت لجنة التعاقدات حتى الآن والمسؤولين داخل لجنة التخطيط عن التعاقد مع مهاجم جديد داخل النادي الأهلي بناء على توجيهات مارسيل كولر. في النهاية متنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة، والسلام عليكم.